فيلمنا النهاردة بيبدأ بمسرحية لأرنبة صغيرة اسمها جودي، واللي بتبدأ تمثل دورها وبتحكي عن العالم قبل فترة طويلة، وبتقول إن زمان الحيوانات المفترسة ما كانتش بتقدر تتحكم في غرائزها، وعلشان كده كانت بتحاول تفترس الحيوانات الصغيرة بأي طريقة ممكنة. ولكن بعد فترة كل ده اتغير لما الحيوانات المفترسة قدرت تتحكم في غرائزها، وقررت تعيش في سلام ومودة مع الحيوانات الصغيرة اللي اطمنت وبقت بتعيش حياتها زي ما هي حابة. وبعدها جودي بتكمل كلامها وبتقول إن أصدقائها بيسعوا علشان يحققوا أحلامهم، زي صديقها النمر اللي بيحلم يشتغل محصل ضرايب، وكمان صديقها الخروف اللي بيحلم يكون أعظم رائد فضاء. وبتقول إن نفسها تساعد كل الحيوانات وتخلي العالم أفضل من ما هو عليه، وعلشان كده هي قررت تبقى أول ضابط شرطة في المدينة الكبيرة اللي اسمها زوتوبيا. وفي اللحظة دي بنشوف والد ووالدة جودي وهم بيتفرجوا على بنتهم مع باقي سكان القرية، وبيبان إنهم مصدومين جدا من الكلام اللي هي بتقوله. ومن بين الحضور بنشوف الثعلب اللي اسمه جيديان وهو بيتريق على كلام جودي، ولكن وقتها جودي بتستجمع شجاعتها وبترد عليه وبتحرجه. وبمجرد ما المسرحية بتخلص والد ووالدة جودي بياخدوا بنتهم وبيخرجوا من المكان، وأثناء الطريق بيحاولوا يقنعوها تنسى موضوع ضابط الشرطة ده لأنها شغلانة خطيرة جدا، وبيعرفوها إن الأأمن ليها تشتغل معاهم هم وإخواتها ال 275 في زراعة الجزر، وبيأكدوا لها إن مفيش أي ضابط شرطة أرنب في مدينة زوتوبيا كلها. وبالرغم من كل المحاولات اللي بيعملوها جودي ما بتقتنعش بكلامهم، وبتقول لهم إنها لازم تبقى أول واحدة علشان تكسر القاعدة وتخلي العالم مكان آمن. وبالصدفة جودي بتشوف جيديان وبتاخد بالها من تصرفاته الغريبة، وبتروح تراقبه وبتشوفه وهو بياخد التذاكر من أصدقائها، فبتتضايق جدا وبتروح تطلب منه يرجع لهم التذاكر بتاعتهم. ولكن وقتها جيديان بيرفض طلبها وبيفضل يتريق عليها، وبيقول لها إنها مستحيل تبقى ضابط شرطة، وبيضربها وبيوقعها على الأرض. فبتتعصب جودي وبتحاول ترد له الضربة، ولكن جيديان بيسبقها وبيخربشها في وشها وبيفكرها إنها مجرد مزارعة جزر وبيسيبها وبيمشي. ولما أصدقاء جودي بيجوا يطمنوا عليها بتفاجئهم بالتذاكر بتاعتهم، وبتأكد لهم إنها هتبقى أول ضابط شرطة أرنب في مدينة زوتوبيا. وبتعدي 15 سنة من بعد اللي حصل ده، وبنشوف جودي بعد ما كبرت، وبنفهم إنها ما نسيتش حلمها وانضمت لأكاديمية الشرطة. وهناك القائدة بتعرفها هي وزمايلها إن مدينة زوتوبيا فيها أكتر من نظام بيئي، وبتبدأ تدربهم على كل الأنظمة البيئية اللي فيها. وبيكون أول واحد فيهم هو النظام البيئي لمنطقة غابات اسمها رين فورست، ولكن للأسف جودي بتفشل فيه وما بتبقاش عارفة إزاي تجتازه. وبيكون تاني واحد فيهم هو النظام البيئي لمدينة متجمدة اسمها تاندرا، وللأسف جودي بتفشل فيه هو كمان، وبتحاول تجتاز النظام البيئي الثالث لساحة صحراوية اسمها سهارا، ولكنها للأسف بتفشل فيه، وبسبب كده القائدة بتفضل تتريق عليها. وبعد شوية بيبدأ الاختبار الأخير اللي بيكون عبارة عن مواجهة مجرم عملاق، ولكن لسوء الحظ المجرم ده بيقدر إنه يهزم جودي بكل سهولة. وبالرغم من كل التحديات اللي جودي بتقابلها إلا إنها بترفض الاستسلام، وبتستمر في التدريب بكل قوتها علشان تقدر تثبت نفسها. ومع مرور الوقت جودي مستواها بيتطور وبتجتاز كل الأنظمة البيئية، وكمان بتقدر تهزم المجرم العملاق بكل ذكاء وبتتفوق على زمايلها. وساعتها بيبان على القائدة إنها فرحانة جدا وفخورة بمستوى جودي. وفي حفلة التخرج بنشوف عمدة مدينة زوتوبيا اللي اسمه لاين هارت اللي بيهني جودي على تخرجها، وبيبقى متحمس جدا، وده لأنها أول أرنبة هتشتغل ضابط شرطة في مدينة زوتوبيا. وفي الوقت ده بيبان إن جودي فرحانة ومستعدة للشغل، وساعتها مساعدة العمدة اللي اسمها بيل ويذر بتيجي وبتقابل جودي وبتعلق لها شارة الشرطة وهي فخورة بيها وبالإنجاز اللي حققته. وبينضم لهم العمدة لاين هارت وبيتصور مع جودي اللي بتبقى في قمة سعادتها، وده على عكس والدها ووالدتها اللي بيبقوا قلقانين جدا عليها. وبعد شوية بنشوف جودي وهي في محطة القطر وبتودع والدها ووالدتها اللي بيفضلوا يحذروها من كل حاجة ممكن تقابلها، وخصوصا من الثعالب لأنها حيوانات خطيرة وماكرة جدا. وعلشان كده والدها بيعرض عليها تاخد طارد للثعالب، وبالرغم من إن جودي ما بتكونش مقتنعة بالفكرة إلا إنها بتاخده علشان تطمن والدها ووالدتها، وبتحضنهم هما الاتنين وبتودعهم، وبتركب القطر اللي بياخدها وبينطلق. وبعد شوية القطر بيوصل لمدينة زوتوبيا، وبنلاحظ إنها مدينة عملاقة جدا ومتقسمة لأكتر من نظام بيئي. وفي الوقت ده القطر بيعدي على ساحة سهارا اللي بتضم عدد كبير من الحيوانات اللي بتعيش في درجات الحرارة العالية. وبعد شوية القطر بيعدي على مدينة تاندرا المتجمدة اللي بتبقى عبارة عن مدينة جليدية بتعيش فيها
الحيوانات القطبية. وبعدها القطر بيعدي على منطقة رين فورست اللي بتبقى عبارة عن غابات كثيفة بتعيش فيها مجموعة كبيرة من الحيوانات المتأقلمة على الأمطار. وبمجرد ما القطر بيوصل لمحطة مدينة زوتوبيا، جودي بتنبهر جدا وبتنزل منه وهي متحمسة، وبتفضل تتفرج على طريقة حياة الحيوانات اللي بتكون غريبة ومختلفة كليا عن بعضها. وفي الوقت ده جودي بتبقى متأكدة إنها هتعيش في المدينة دي حياة سعيدة، ولكنها بمجرد ما بتوصل لغرفتها بتتصدم جدا، وده لأنها صغيرة وقديمة وكمان جنبها جيران مزعجين. ولكنها بالرغم من كده بتهدي نفسها وبتبقى فرحانة بيها. وفي تاني يوم جودي بتصحى من النوم وهي متحمسة، وبتروح تلبس زي الشرطة وبتاخد طارد الثعالب وبتنطلق. وفي مركز شرطة مدينة زوتوبيا بنشوف موظف الاستقبال اللي اسمه كلو هاوزر اللي بيرحب بجودي، وبيبان انه فرحان جدا بانضمامها ليهم. ووقتها جودي بتشكره وبتسيبه علشان تستلم شغلها، وبتروح لغرفة ضباط الشرطة. وهناك بتتفاجئ لما بتشوف ضباط الشرطة وبتلاحظ قد ايه هم حيوانات ضخمة وقوية. وفجأة قائد الشرطة اللي اسمه بوجو بيدخل للغرفة وبيرحب بكل اللي موجودين، وبيعرفهم ان في عضو جديد انضم لهم ولازم يقدموا ليهم، ولكن دي حاجة مش مهمة. وبيفهمهم ان اهم حاجة عندهم دلوقتي هي قضية اختفاء 14 حيوان من المفترسين. وبيشرح لهم ان ال 14 حيوان دول منهم دب قطبي كبير وثعلب مية صغير، وانهم لازم يلاقوهم بأي طريقة وفي اسرع وقت ممكن. وبيبدأ يوزع المهام على الضباط واحد ورا التاني، وبيأمرهم يدوروا على الحيوانات المفقودة لحد ما يلاقوهم. ولما الدور بيجي على جودي، القائد بوجو بيفهمها انها تتولى مخالفات المرور، فبتستغرب جودي من سهولة مهمتها، وبتروح تفكره انها كانت الاولى على دفعتها، وبتحاول تقنعه انها هتقدر تساعده في حل قضية اختفاء الحيوانات. وبالرغم من محاولات جودي الا ان القائد بوجو ما بيقتنعش بكلامها، وبيوضح لها ان كتابة 100 مخالفة في اليوم مهمة مش سهلة، وبيسيبها وبيخرج. فبتتضايق جودي وبتقول انها لازم تثبت نفسها وتكتب 200 مخالفة. وفعلا بتاخد عربية المرور الصغيرة وبتنطلق علشان تنفذ مهمتها. وبمجرد ما بتسمع صوت جرس انتهاء الانتظار بتبدأ تكتب مخالفات لأي عربية بتتأخر، وبتنط من عربية للتانية بسرعة جنونية وهي بتعلق عليهم المخالفات. وبتقدر انها تكتب 200 مخالفة في الوقت المحدد. وبالصدفة جودي بتشوف ثعلب بيتصرف بغرابة وهو داخل لواحد من المحلات، فبتقرر تروح تراقبه، وبتشوفه وهو بيطلب من البياع يديله ايس كريم. ولكن وقتها البياع بيرفض يديله لان المحل مخصص للحيوانات الكبيرة. ولما بيطلب منه يمشي، الثعلب بيفضل يترجاه علشان ما يكسرش بخاطر ابنه الصغير، وبيعرفه ان عيد ميلاده النهارده وانه وعده يجيب له الايس كريم ده. وبيحاول يكسب تعاطف البياع وبيقوله ان ابنه بيحلم يبقى فيل زيهم. وبالرغم من كل المحاولات دي البياع بيرفض يديله الايس كريم، وكمان الزباين بيحسوا بالملل الشديد وبيبقوا عاوزينه يطلع بره. فبتتأثر جودي من اللي هي شايفاه وبتقرر تتدخل علشان تساعده، وفعلا بتعمل كده وبتروح تعرف البياع انها ضابط شرطة، وبتشرح له انه بيعبي الايس كريم بزلومة مش متغطية ودي مخالفة كبيرة، وبتوضح له انها ممكن تتغاضى عن كتابة المخالفة المرة دي، وده بمقابل انه يعتذر للثعلب وابنه ويبيع لهم الايس كريم اللي هم عاوزينه. وفعلا البياع بينفذ كلامها وبيعرض عليهم الايس كريم مقابل $15. ولما الثعلب بيجي يدفع ثمنه بيكتشف انه نسي المحفظة في البيت، وبيروح يتكلم مع ابنه وهو حزين وبيحاول يواسيه وبياخده علشان يمشوا من المحل. فبتتأثر جودي من اللي حصل ده وبتقرر تدفع ثمن الايس كريم للبياع اللي بيسمح للثعلب ياخد الايس كريم اللي هو عاوزه. وساعتها الثعلب بيشكر جودي وبيعرفها بنفسه وبيقول لها ان اسمه نيك. ووقتها جودي بتعرفه بنفسها هي كمان وبتهني ابنه بمناسبة عيد ميلاده، وبتلزق له ملصق شارة الشرطة وبتودعهم هما الاتنين وبتمشي. وبعد شوية في ساحة سهارة بنشوف جودي وهي بتكتب المخالفات للعربيات، وبالصدفة بتشوف نيك وبتستغرب لما بتلاقيه بيسيح الايس كريم وبيحوله لعصير. وكمان بتشوف ابنه وهو بيحط العصير ده في مجموعة من البرطمانات، وبمجرد ما بيخلصوا الكمية كلها بياخدوا البرطمانات دي في العربية وبيمشوا. وفي الوقت ده جودي بتبقى مستغربة ومش فاهمة أي حاجة من اللي بتحصل، وعلشان كده بتقرر تتتبعهم وبتروح وراهم لحد ما بتوصل لمدينة تندرا المتجمدة، وبتفضل تراقبهم وبتشوفهم وهم بيستخدموا الجليد وبيحولوا العصير لمصاصات صغيرة. وبعد شوية نيك بياخد المصاصات دي وبيروح يبيعها للموظفين مقابل $2 لكل واحدة، وكمان بياخد الخشب اللي بيترمي في صناديق القمامة وبيروح يبيعه لمهندسين البناء على أساس إنه خشب أحمر. وبعدها نيك بيقسم الفلوس مع الحيوان اللي كان بيمثل إنه ابنه ويسيبه يمشي.
وبتمشي. وفي الوقت ده جودي بتبقى مصدومة جدا من اللي هي شافته، وبتروح بسرعة لنيك وبتفضل تلومه لأنه خدعها. ولكن وقتها نيك بيتريق عليها وبيعرفها إن دي اسمها حيلة وبيسيبها وبيمشي. فبتتعصب جودي وبتروح وراه وبتقوله إنه مقبوض عليه بتهمة بيع الأكل بدون ترخيص. وفي اللحظة دي نيك بيوريها الترخيص بتاعه، وبيعدي الطريق ورا قنفذ علشان الحيوانات العملاقة ما تدوسش عليه. وبيفضل طول ما هو ماشي يتريق على جودي وبيناديها باسم جزرة، وبيعرفها إنه سمع حكايات كتير عن ريفيين جم لمدينة زوتوبيا علشان يحققوا أحلامهم، وبيفترض إنها واحدة من الريفيين دول وقررت تيجي هنا من وهي صغيرة، وده لأن المفترسين والفرائس عايشين مع بعض في سلام. ولكنها اتصدمت لما وصلت لهنا واكتشفت الحقيقة، وهي إن حلمها في إنها تكون ضابطة شرطة اتحول لمجرد عسكري مرور. وبيحاول يطمنها وبيأكد لها إن كل أحلامها هتموت بسرعة، وفي النهاية هترجع لقريتها علشان تبيع جزر مع عيلتها. فبتتصدم جودي من كلام نيك وبتكون مستغربة قد إيه هو واقعي، وبتقوله إنها مش هتسمح لأي حد يقرر لها هي هتحلم تكون إيه. فبيرد عليها نيك وبيأكد لها إنها مش هتبقى حاجة غير نفسها، وزي ما هو ثعلب ماكر هي هتفضل أرنبة غبية. وبيشاور لها على رجلها وبيعرفها إنها غرزت في الأرضية الأسمنتية وبيسيبها وبيمشي. فبتتضايق جودي وبترجع لأوضتها وهي حزينة جدا، وبيبان إنها حاسة باليأس الشديد بسبب اللي حصل. ولما والدها ووالدتها بيتصلوا عليها جودي بترد عليهم وبتمثل إنها سعيدة، وبتوضح لهم إن أول يوم ليها في الشغل كان عظيم جدا. ولما والدها ووالدتها بيشوفوا الزي اللي هي لابساه بيهدوا وبيطمنوا، وده لأن شغلها في كتابة المخالفات هو أأمن وظيفة في الشرطة. وبعد شوية جودي بتودعهم وبتنهي المكالمة وهي حاسة بالحزن الشديد. وفي تاني يوم بنشوف جودي وهي بتكتب المخالفات وبيبان إنها حاسة بالملل، ولكن فجأة في صاحب محل بيروح لها وهو خايف ومذعور جدا، وبيقول لها إن في عرسة سرق الحقيبة بتاعته وبيطلب منها ترجعها له. فبتتحمس جودي وبترمي زي المرور وبتجري ورا العرسة وبتطارده، ولكن للأسف العرسة ده بيبقى أسرع منها وبيروح يدخل لمدينة القوارض الصغيرة وبياخد الحقيبة وبيفضل يجري بيها وسط الشوارع الضيقة. ووقتها جودي بتدخل وراه وبتطارده وسط العربيات الصغيرة بمنتهى الحذر. وفجأة العرسة بيطلع فوق المباني وبينط من عليها وبيبقى خلاص هيوقعها تماما، ولكن لحسن الحظ جودي بتقدر تلحقها وبترجعها زي ما كانت، وبتروح تطارد العرسة اللي بيستغل القطر الصغير وبيبعد عنها تماما، وبيقدر انه يتفادى كل العوائق اللي بتقابله في الطريق. ولكنه بعدها بيتفاجئ بجودي اللي بتمسكه وبترميه لبعيد، وساعتها العرسة بيستجمع قوته وبيخبط اللافتة العملاقة اللي فوق محل الحلويات وبيوقعها. وقبل ما اللافتة دي تقع فوق واحدة من القوارض وتقتلها جودي بتتدخل وبتنقذها وبتحاول تخفف من حدة الموقف وبتقول لها ان تسريحتها جميلة. ولما العرسة بيحاول يهرب جودي بتروح له وبتقيده باللافتة وبتسلمه لاسم الشرطة. وعلى عكس المتوقع القائد بوجو بيفضل يلومها على اللي هي عملته، وده لانها تسببت في نشر الذعر في مدينة القوارض بالكامل، وبيفهمها انها عملت كل ده علشان تقبض على مجرم سرق حقيبة من البصل. فبتستغرب جودي وبتعرفه ان ده مش بصل وانه نبتة اسمها ميدني كامبوم. فبيتضايق القائد بوجو وبيتعصب اكتر على جودي وبيفكرها ان وظيفتها كتابة المخالفات مش القبض على المجرمين، وبيفهمها انها لازم تكون واقعية ومنضبطة اكتر علشان تحقق حلمها. وفجأة في واحدة من القوارض اسمها اودرتون بتدخل عليهم، وبتفكر القائد بوجو ان زوجها ثعلب المية اللي اسمه إيمد مختفي من 10 ايام، وبتترجاه انه يدور عليه ويلاقيه لانه اب لطفلين صغيرين، وبتشرح له انه طيب ومسالم وان اختفائه ده حاجة مريبة جدا. وساعتها القائد بوجو بيعتذر لها وبيوضح لها ان كل الضباط مشغولين وانهم دلوقتي بيحققوا في قضايا اختفاء الحيوانات التانية. ولان جودي بتبقى متأثرة بكلامها بتروح توعدها انها هتدور على زوجها لحد ما تلاقيه. فبتفرح اودرتون وبتحضن جودي وبتديها صورة لإيمد وبتسيبهم وبتخرج. وكالمتوقع القائد بوجو بيفقد اعصابه وبيزعق لجودي لانها خلفت الاوامر، وبيطلب منها تعتذر لاودرتون عن القضية وتفهمها انها مجرد ضابط مرور. واول ما القائد بوجو بيفتح الباب بيتفاجئ بوجود بيل ويذر اللي بتبقى عرفت ان جودي هتتولى حل قضية اختفاء إيمد، وبتبعت للعمدة لاين هارت وبتعرفه الخبر ده. وبعدها بتروح تهني جودي بقضيتها الاولى وهي فرحانة جدا، وبتفهمها انها مستعدة لمساعدتها في اي وقت وبتسيبها وبتمشي. وبسبب اللي حصل ده القائد بوجو بيبقى مصدوم لانه اتورط في جودي، وبيقرر انه يصعب مهمتها وبيعرفها ان معاها 48 ساعة بس علشان تلاقي إيمد، وبيأكد لها انها لو فشلت في حل القضية دي يبقى لازم تستقيل. فبتتصدم جودي وبتروح
لكلو هاوزر وبتاخد منه ملف قضية اختفاء إيميد، وبتستغرب جدا لما بتلاقي إن الملف مش موجود فيه غير صورة واحدة بس. ولما جودي بتستخدم زجاجة كعدسة مكبرة بتشوف تفاصيل الصورة بوضوح، وبتلاحظ إن إيميد كان معاه مصاصة من اللي نيك كان بيبيعهم، وبتفرح أول ما بتشوف ديل نيك في الصورة وبتفهم هي هتبدأ منين. وبتروح بسرعة تقابل نيك وهو ماشي بعربية الأطفال وبتعترض طريقه، وبتقوله إنها عاوزة تاخد أقواله في قضية مهمة. ولما نيك بيقول لها إنه مش فاضي جودي بتوقفه وبتعرفه إن $10 اللي بيكسبهم من بيع المصاصات مش هينقصوا لو ساعدها. فبيتريق عليها نيك وبيقول لها إنه بيكسب $200 كل يوم من وهو طفل صغير، وبيطلب منها تسيبه في حاله وما تعطلوش أكتر من كده. فبتتضايق جودي وبتوقفه من تاني وبتسأله إذا كان يعرف ثعلب بحر اسمه إيميد. فبيستغرب نيك وبيأكد لها إنه يعرف كل الحيوانات اللي في المدينة، وبالرغم من كده بيفضل يستفزها وما بيرضاش يساعدها. فبتتعصب جودي وبتقوله إنه مقبوض عليه بتهمة التهرب الضريبي، وده لأنه بيكسب $200 يوميا على مدار 20 سنة، وده معناه إنه دلوقتي بيمتلك $1,460,000. وبتوضح له إنه كاتب في ملفه الضريبي إنه ما بيمتلكش أي حاجة خالص. فبيتصدم نيك من اللي جودي بتقوله له وما بيبقاش عارف يرد عليها، وبيتصدم أكتر لما بيعرف إنها سجلت كل الكلام اللي هو قاله، وده من خلال القلم بتاعها اللي على شكل جزرة. ووقتها جودي بتفهمه إنها ممكن تديله القلم مقابل إنه يساعدها في حل قضيتها. وفجأة الحيوان اللي كان بيمثل إنه طفل بيخرج من العربية وبيضحك، وبيلزق ملصق شارة الشرطة على نيك وبيفضل يتريق عليه وبيسيبه وبيمشي. وساعتها نيك بيضطر يساعد جودي وبيوضح لها إنه ما يعرفش إيميد موجود فين دلوقتي، ولكنه عارف هو كان بيروح فين كل يوم. وبياخد جودي وبيروحوا هما الاتنين لمركز تدريب اليوجا، ولما بيسألوا موظف الاستقبال عن إيميد بيقول لهم إنه ما جاش من أسبوعين، وبيعرض عليهم إنه ياخدهم للمدربة بتاعته علشان يسألوها. وبمجرد ما جودي بتدخل الحديقة بتتصدم جدا من اللي هي شايفاه، وبتستغرب من تصرفات الحيوانات الغريبة على عكس نيك اللي بيبقى مستمتع وهو شايفها محرجة بالشكل ده. وبعد شوية هما التلاتة بيوصلوا لمدربة اليوجا وبيسألوها عن إيميد، ولأن المدربة ما بتبقاش فاكرة أي حاجة عنه الموظف بيحاول يفكرها، وبيقول لها إنه آخر يوم كان هنا هما وصلوه للعربية البيضاء اللي أخدته ومشيت. فبتستغرب جودي من إن الموظف فاكر كل حاجة عنه، وبتسأله إذا شاف رقم لوحة العربية، وفعلا الموظف بيقول لها على الرقم. فبتتحمس جودي وبتكتبه وراه وبتشكره على مساعدته. ولما جودي بتخرج من مركز تدريب اليوجا نيك بيطلب منها تديله القلم لأنه خلاص ساعدها، ولكن وقتها جودي بترفض طلبه وبتقوله إنها لسه ما حلتش القضية، وبتعرفه إن لسه معاها 36 ساعة علشان تلاقيه وترجعه لزوجته. وبتفهمه إنها مش هتقدر تكشف عن رقم لوحة العربية لأنها لسه مش متسجلة في مركز الشرطة. فبيتعصب نيك وبيقول لها إنه يعرف موظف شغال في المرور وبياخدها وبينطلقوا. ولما جودي بتوصل لمبنى المرور بتتصدم جدا، وده لأن كل الموظفين اللي موجودين فيه من حيوانات الكسلان. وفي الوقت ده نيك بيفضل يتريق عليها وبيقول لها إن في مدينة زوتوبيا كل حيوان بيعمل اللي هو بيحبه، وبياخدها لصديقه موظف المرور اللي اسمه فلاش. فبتتعصب جودي لأن نيك بيستفزها وبتتضايق لأن فلاش بيرد عليه ببطء شديد، وبتبدأ تمليه رقم لوحة العربية، وقبل ما تقوله على آخر رقم نيك بيقاطعها وبيقول نكتة لفلاش وبيخليه بيضحك ويتشتت تماما. وبعدها فلاش بيروح يقول النكتة دي لزميلته الموظفة اللي هو معجب بيها، وبسبب اللي حصل ده جودي بتفقد أعصابها وبتفهم إن نيك قصد يأخرها. وبعد شوية جودي بتاخد بيانات العربية وبتعرف إنها موجودة في مدينة تندرا المتجمدة. ولما جودي ونيك بيخرجوا من المبنى بيكتشفوا إنه اليوم خلص، وبالرغم من كده بيقرروا يروحوا للمكان اللي فيه العربية. وهناك نيك بيستغل فرصة إن الباب مقفول وبيقول لها إنها أكيد مش معاها ترخيص لاقتحام المكان، وبيطلب منها تديله القلم وتسيبه يمشي، ولكن وقتها جودي بترفض طلبه. وبمجرد ما بترمي القلم ورا الباب نيك بيتحمس وبينط من على السور علشان ياخده، واللي قبل ما يوصل له بيلاقي جودي سبقته وبتتريق عليه وبتعرفه إنها مش محتاجة ترخيص لأنها كانت بتطارد مجرم بينط من على السور. فبيتعصب نيك لأنها خدعته وبيروح معاها للعربية اللي بيدوروا عليها. وجوه العربية دي جودي بتكتشف وجود فروة دب قطبي، وبتتصدم هي ونيك لما بيشوفوا آثار مخالب لحيوان متوحش موجودة في العربية. وأثناء ما جودي بتتفحص المكان بتلاقي محفظة إيميد وبتتأكد إنه كان موجود في العربية دي. وبمجرد ما نيك بيشوف الشعار اللي على الكوب بيترعب جدا، وبيفهم جودي إن دي عربية أخطر زعيم عصابة في المدينة وإنه اسمه بيج. وقبل ما هما الاتنين يهربوا من المكان بيتفاجئوا بدبين قطبيين، وفجأة الدبين دول بيمسكوهم وبياخدوهم في العربية
وبيمشوا، وفي الطريق نيك بيفهم جودي إن بيج ما بيحبهوش، وده لأنه زمان باعله سجادة مزيفة على أساس إنها أصلية. وبعد شوية الدبين بيوصلوا لبيت بيج وبياخدوا جودي ونيك للمكتب بتاعه، وفجأة في دببة بتدخل عليهم وبيبقى كل واحد فيهم أكبر من اللي قبله، وبتترعب جودي لما بتشوف دب قطبي عملاق وبتتأكد إن ده هو بيج، ولكنها بعدها بتتصدم لما بتلاقيه مجرد فار صغير، وبتكون مستغربة لأن كل اللي حواليه بيحترموه وبيخافوا منه، وده لدرجة إن نيك بيبوس الخاتم بتاعه بكل احترام وأدب. وفي الوقت ده بيج بيبقى متضايق لأنه شاف نيك من تاني، وخصوصا إن النهاردة هو يوم فرح بنته وبيفكروا باللي هو عمله زمان، فبيخاف نيك وبيعتذر له على اللي هو عمله وبيترجاه إنه يسامحه، وبيقول له إنه ما كانش يعرف إن دي عربيته ولا يعرف إن النهاردة فرح بنته. ولكن فجأة جودي بتقاطع كلام نيك وبتقول لبيج إنها ضابط شرطة، وبتفهمه إنها بتحقق في قضية اختفاء إيميد اللي كان موجود في عربيته وبتتهمه بخطفه. ولأن جودي كلمته بأسلوب مش مهذب، بيج بيؤمر أتباعه يجمدوها هي ونيك، وقبل ما الدببة يرموهم في المية الباردة بنت بيج العروسة بتيجي وبتقاطعهم، وبمجرد ما بتشوف جودي بتتعرف عليها وبتقول لوالدها إن دي الأرنبة اللي أنقذت حياتها من اللافتة العملاقة. وساعتها بيج بيقرر يعفو عنها هي ونيك لأنها أنقذت حياة بنته، وبيوعدها إنه هيساعدها علشان تلاقي إيميد. ولما نيك بيشوف بيج وهو بيبوس جودي وبيعزمها على فرح بنته بيتصدم جدا وما بيبقاش مصدق إنهم لسه عايشين لحد دلوقتي. وبعد شوية بتبدأ مراسم الفرح وبنشوف عيلة بيج وهم متجمعين وبيرقصوا، وأثناء ما جودي ونيك بيحضروا الفرح بيج بيبدأ يحكي لهم عن إيميد وبيعرفهم إنه بعت له عربية عند مركز تدريب اليوجا، وده لأنه كان عاوز يتكلم معاه في حاجة مهمة. ولكن أثناء الطريق إيميد تصرفاته اتغيرت وبدأ يتجنن تماما، وفجأة توحش وهاجم السواق بكل عنف وهرب في الضلمة. فبتتصدم جودي وبتقول لبيج إن إيميد كان حيوان لطيف ومسالم، وساعتها بيج بيرد عليها وبيقول لها إن مهما الحيوانات اتطورت برضه هتفضل تتتبع غرائزها، وبيفهمها هي ونيك إنهم لو عاوزين يلاقوا إيميد لازم يروحوا يتكلموا مع السواق بتاعه اللي اسمه مانشس. فبتستغرب جودي من كلام بيج وبتنطلق هي ونيك علشان يروحوا لمنطقة رين فورست، وبيمشوا كتير وبيعدوا من على الجسر اللي بيوصلهم لبيت مانشس. وبمجرد ما مانشس بيفتح لهم جزء من الباب جودي ونيك بيتفاجئوا بآثار المخالب اللي على وشه، وبيحكي لهم إنه وهو سايق العربية شاف إيميد وهو بيتصرف بشكل متوحش، وبيوضح لهم إنه هاجمه وخلى العربية تخرج عن السيطرة وهرب منها بسرعة. وفي الوقت ده جودي ونيك بيكونوا مصدومين من اللي هم بيسمعوه، وبعدها مانشس بيكمل كلامه وبيعرفهم إنه سمع إيميد وهو بيكرر جملة غريبة وهي العاوين ليلا. فبتستغرب جودي هي ونيك من الجملة وبيطلبوا منه يفتح لهم الباب، وقبل ما مانشس يعمل كده بيسمعوا صوت صرخة عالية جدا، ولما بيجوا يبصوا عليه بيلاقوه اتحول لنمر مفترس وبيستعد علشان يهاجمهم. فبيترعبوا هما الاتنين وبيجروا بسرعة علشان يهربوا منه، وفجأة مانشس بيخرج من البيت وبيجري وراهم وبيطاردهم بشكل متوحش. وقبل ما يوصل لهم جودي ونيك بينطوا من على الجسر وبينزلوا على أغصان الشجر. وفي الوقت ده جودي بتستغل إنهم دخلوا جذع شجرة وبتتصل بسرعة بكلو هاوزر وبتعرفوا إن في نمر متوحش بيطاردهم. وبنرجع تاني لجودي ونيك وبنشوفهم وهم بيجروا وبيحاولوا يهربوا من مانشس، وبيتجهوا ناحية منصة عربة التلفريك علشان يهربوا منه. وعلى غير المتوقع جودي بتفادي هجمة مانشس اللي بيقدر يحاصر نيك وبينقض عليه، ولكنه لحسن الحظ ما بيقدرش يوصله لأن جودي سبقته وقيدته بالسلسلة. ولما نيك بيجي يبعد عنه بيقع هو وجودي من على المنصة وبيتأرجحوا هما الاتنين بالحبل اللي بيرميهم على حبال مختلفة، وللأسف بيقعوا من على الحبال التانية اللي بتقيدهم وبتنزلهم في وسط الطريق. وفجأة القائد بوجو بيوصل للمكان ومعاه ضباط الشرطة وبيستغرب لما بيشوفهم، وبعدها جودي بتاخد القائد بوجو للمكان اللي قيدت فيه مانشس، وبتتصدم جدا لما بتلاقيه اختفى ومفيش أي أثر لوجوده. وساعتها القائد بوجو بيفضل يتريق عليها وبيقول لها إن ممكن علشان هي أرنبة ضعيفة شايفة أي حيوان مفترس بقى متوحش، وكالمتوقع بيرفض يصدق كلام نيك لمجرد إنه ثعلب. وبيفكر جودي باتفاقهم وإنها لازم تسلم له شرط الشرطة وتستقيل، وده لأنها ما لقتش إيميد في الوقت اللي كان محدده لها. فبتحزن جودي وبتتضايق جدا لأنها ما قدرتش تحل القضية. ولما نيك بيدرك الموقف اللي هي فيه بيتأثر لأنهم شايفينها فاشلة لمجرد إنها أرنبة، وبيروح يقاطع القائد بوجو وبيقول له إن تصرفه مش عادل، وده لأنه قيد جودي وادها مهلة 48 ساعة بس علشان تحل قضية هم ما قدروش يحلوها في أسبوعين. فبيتضايق القائد بوجو من كلام نيك ولكنه ما بيقدرش يرد عليه. وبعدها نيك بيكمل كلامه
بيوضح له إن جودي لجأت لثعلب زيه لأن مفيش حد فيهم فكر يساعدها، وبيعرفوا إن لسه معاهم 10 ساعات علشان يلاقوا إيميد، وبيودعوا وبياخد جودي وبيروحوا يركبوا عربة التلفريك وبينطلقوا. وأثناء الطريق جودي بتبقى منبهرة جدا باللي نيك عمله علشانها وبتشكره لأنه ساعدها، وساعتها نيك بينصحها ما تخليش أي حد يحس إنه انتصر عليها زي ما حصل معاه وهو صغير، وبيبدأ يسترجع ذكرياته في الماضي وبيحكي لها أكتر عن نفسه، وبيعرفها إنه لما كان عنده 9 سنين والدته اشترت له زي الكشافة اللي كان بيحلم بيه، ووقتها هو راح لزمايله اللي معاه في فريق الكشافة علشان يوريه لهم، ولكنهم للأسف خدعوه وطفوا النور وضربوه وفضلوا يتريقوا عليه، وكمان ركبوا له قناع علشان مش واثقين فيه وشايفين إنه ثعلب متوحش، وعلشان كده خرج من المكان وهو مرعوب من اللي زمايله عملوه معاه. وبسبب اللي حصل ده هو اتعلم حاجتين مهمين، أول حاجة إنه ما يخليش حد يحس إنه انتصر عليه، وتاني حاجة هي إنه ما يحاولش يثبت لحد فكرة مختلفة واخدها عنه، وده حتى لو العالم كله شايفه ثعلب ماكر. فبتتأثر جودي بكلامه وبتواسيه وبتقوله إنه أحسن من أي حد هي قابلته. وبمجرد ما النهار بيطلع نيك بيشوف زحمة المرور في الشارع وبتجيله فكرة عبقرية، وبيعرف جودي إن كل الشوارع فيها كاميرات مراقبة، وبيشرح لها إنهم لو استغلوا الكاميرات دي هيعرفوا إزاي مانشيس اختفى. فبتفرح جودي وبتعجب بالفكرة العبقرية دي، وبتقول لنيك إنها عارفة مين اللي هيساعدهم في الدخول على قاعدة البيانات بتاعة كاميرات المراقبة. وبنروح بعدها المقر العمدة لاين هارت وبنشوفه وهو بيعامل بيل ويذر بقسوة شديدة لأنه متعصب، وبيطلب منها تلغي كل المواعيد اللي وراه. وفي الوقت ده جودي ونيك بيوصلوا للمكان وبيقابلوا بيل ويذر وبيطلبوا منها تساعدهم في الدخول على قاعدة البيانات بتاعة كاميرات المراقبة. وفعلا بيل ويذر بتاخدهم هما الاتنين وبتدخلهم للمكتب بتاعها وبتفتح لهم قاعدة البيانات وبتعرفهم انها هتسيبهم لان العمدة محتاجها دلوقتي. وبمجرد ما بتخرج جودي ونيك بيشغلوا تسجيل كاميرات المراقبة في المنطقة اللي كانوا فيها، وبيكتشفوا ان في ذئبين جم بعربية غريبة وقبضوا على مانشيس، وبيلاحظوا انهم قبل ما يمشوا فضلوا يعووا بشكل غريب. فبتفرح جودي وبتقول ان دول هم العوينة ليلا اللي مانشيس حكى لهم عنهم، وبتكون متأكدة ان الذئبين دول هم نفسهم اللي خطفوا إيميد. وبسبب خبرة نيك في الهروب والمراقبة بيقدر انه يتتبع مسار العربية، وكمان بيعرف المكان اللي كانت متجهة ليه. فبتنبهر جودي من طريقة تفكيره العبقرية وبتقوله انه ينفع يكون ضابط شرطة، وساعتها نيك بيفرح وبيشكرها وبيأكد لها ان دي اقل حاجة عنده. وبنروح بعدها للمبنى المهجور اللي الذئبين راحوا عليه، وهناك بنشوف جودي ونيك وهم مراقبين الحراس من بعيد، ولما بييجوا يتسللوا واحد من الذئاب بيشم ريحة نيك وبيبقى خلاص هيشوفه، وعلى آخر لحظة جودي بتعوي وبتخلي الذئب يعوي هو كمان، وفجأة كل الذئاب اللي بتحرس المبنى بتبدأ في العواء. وفي اللحظة دي جودي ونيك بيستغلوا الفرصة وبيجروا بسرعة وبيقدروا يدخلوا للمبنى من خلال فتحة المجاري، وبيكتشفوا انه مبنى قديم لمستشفى مهجورة. ولما بيروحوا يفتحوا الباب ويستكشفوا المكان بيلاقوا أجهزة طبية متطورة، وبيترعبوا هما الاتنين لما بيشوفوا مجموعة كبيرة من الزنازين، وبتكون كل واحدة منهم محبوس فيها حيوان متوحش. ولما جودي ونيك بييجوا يتفحصوا الزنازين بيلاقوا مانشيس، وبيفهموا ان دول ال 14 حيوان المفقودين، ولحسن الحظ بيلاقوا إيميد وبيستغربوا لانه بيتصرف بتوحش وبعدوانية شديدة. وفجأة هما الاتنين بيحسوا ان في حد بيقرب منهم وبيروحوا يستخبوا بسرعة، وبيتفاجئوا بدخول العمدة لاين هارت وبيفهموا انه متورط في قضية اختفاء الحيوانات. وفي الوقت ده جودي بتبدأ تصوره بكاميرا الموبايل بتاعها، وبنشوف العمدة لاين هارت وهو بيتكلم مع الدكتورة المسؤولة عن الحيوانات وبيطلب منها تلاقي طريقة ترجع بيها الحيوانات دي لطبيعتها من تاني. وساعتها الدكتورة بترد عليه وبتقوله انها مش لاقية اي طريقة، وبتوضح له ان كل الحيوانات اللي توحشت من المفترسين وان ده بسبب تركيبتهم البيولوجية واتباعهم لغرائزهم. فبيتعصب العمدة لاين هارت على الدكتورة لانها مش لاقية حل، وبيأكد لها ان الخبر ده لو اتعرف الذعر هينتشر في كل مكان وكمان هيتم عزله من منصبه، وبيأمرها ما تعرفش اي حد عن اللي بيحصل ولا حتى القائد بوجو. وفي اللحظة دي موبايل جودي بيرن وبيخرج صوت عالي، ولما العمدة لاين هارت والدكتورة بيحسوا بوجودهم بيضطروا يهربوا بسرعة. وفجأة جرس الإنذار بيشتغل والحراس بيدخلوا يمشطوا المكان، ولسوء الحظ الزنزانة بتتقفل على جودي ونيك وبتخليهم مش عارفين يخرجوا ولا قادرين يهربوا. وفي الوقت ده جودي بتجيلها فكرة وبتقرر تنفذها، وبتروح تحط الموبايل في غلاف من البلاستيك وبتهرب هي ونيك من خلال أنابيب الصرف بتاعة الحمام اللي بتخرجهم من المبنى وبترميهم من مكان عالي وبتوقعهم في المية. وبعدها جودي بتبلغ كلو هاوسر بكل اللي حصل
وبتعرفه مكانها. وساعتها كلو هاوسر بيروح يعرف القائد بوجو إن جودي لقت كل الحيوانات المفقودة، فبيتفاجئ القائد بوجو بكلامه وما بيبقاش مصدق اللي بيسمعه. وبعد شوية الشرطة بتوصل لمكان المستشفى المهجورة، وبيتم القبض على العمدة لاين هارت بتهمة التستر على الحيوانات المتوحشة. وساعتها العمدة لاين هارت بيحاول يبرر موقفه، وبيقول إنه عمل كده علشان الذعر ما ينتشرش ما بين كل حيوانات مدينة زوتوبيا. ولكن وقتها جودي ما بتصدقوش، وبتبقى متأكدة إنه كان هدفه يحمي منصبه مش أكتر. وفي تاني يوم القائد بوجو بيعمل مؤتمر صحفي وبيعرف كل الصحفيين باللي حصل. ولأن جودي بتبقى متوترة وخايفة تتكلم قدام الصحفيين، نيك بيحاول يهديها وبيقول لها إن لو في حد سألها سؤال ما تعرفوش لازم ترد عليه بسؤال تاني، وبعدها تجاوب نفسها على السؤال اللي هي سألته. فبتنبهر جودي من طريقة تفكير نيك وبتحييه على فكرته العبقرية، وده لأنها بكده هتقدر تجاوب على كل الأسئلة بمنتهى السهولة. وبيبان إنها فرحانة جدا بمساعدة نيك ليها، وبتطلب منه يملى الاستمارة اللي اديتها له علشان يبقى شريكها. فبيتحمس نيك لأنه هيبقى ضابط شرطة وكمان شريك في حل القضية، وبيتأثر لما جودي بتديله القلم بتاعها اللي على شكل الجزرة. وبعد شوية جودي بتطلع للمنصة وبتتكلم مع الصحفيين بنفس الطريقة اللي نيك علمها لها. ولكن فجأة واحد من الصحفيين بيسألها عن اللي حصل للحيوانات، وبيطلب منها تعرفه إذا كانوا في خطر دلوقتي. فبتتوتر جودي وبتوضح له إن كل الحيوانات اللي توحشت من المفترسين، وإن ده حصل لهم بسبب تركيبتهم البيولوجية واتباعهم لغرائزهم. وبتفكرهم إن من آلاف السنين المفترسين عاشوا على غريزة الصيد، وبتشرح لهم إنهم دلوقتي بدأوا يرجعوا لطبيعتهم القديمة. فبيتصدموا كل اللي موجودين لما بيفهموا إن أي حيوان مفترس ممكن يتوحش في أي لحظة. وبنرجع تاني لنيك اللي بيبقى مصدوم هو كمان من كلام جودي لأنه من المفترسين، وبيتأثر لما بيتفرج على صور الحيوانات المتوحشة بعد ما لبسوهم الأقنعة، وبيفتكر نفسه زمان. ولأن أسئلة الصحفيين بتبقى كتير جدا بالويذر بتتدخل وبتنهي المؤتمر. ولما جودي بترجع لنيك بتلاحظ إنه متضايق من كلامها، وبيسألها إذا كانت متأكدة من الكلام اللي هي قالته للصحفيين. فبتتوتر جودي وبتقوله إنه مستحيل يبقى زي الحيوانات المفترسة اللي توحشت. فبيتضايق نيك وبيتعصب أكتر، وبيعرفها إنه شاف طارد الثعالب اللي معاها طول الوقت، وبيسألها إذا كانت خايفة إنه يفترسها في يوم من الأيام. وبالرغم من إن جودي بتبقى مطمنة ليه إلا إنها ما بتردش عليه، وبمجرد ما بيمثل إنه هيهاجمها جودي بتخاف وبتقرب من طارد الثعالب علشان تستخدمه. فبيحزن نيك وبيتأثر وبيرجع لها الاستمارة وبيسيبها وبيمشي. وللأسف جودي ما بتقدرش تروح وراه بسبب تدافع الصحفيين. وبعد أسبوع من اللي حصل ده بنعرف من الأخبار إن حالات الحيوانات المتوحشة زادت أكتر، وإنهم وصلوا ل27 حيوان متوحش من المفترسين، ولسه مش عارفين السبب في ده. وبسبب كلام جودي في المؤتمر الصحفي الفرائس بيبقوا شايفين المفترسين كلهم متوحشين. ولما جودي بتروح تزور إيميد بتقابل زوجته أودرتون اللي بتبدأ تتكلم معاها وبتأكد لها إن إيميد مسالم جدا وإن ده مستحيل يكون زوجها. وفي اليوم اللي بعده القائد بوجو بيروح لجودي وبيطلب منها تيجي معاه، وده لأن العمدة الجديدة عاوزة تقابلها وتتكلم معاها. وأثناء ما هم ماشيين جودي بتقابل كلو هاوسر، وبتحزن جدا لما بتعرف إنه هيتنقل للأرشيف، وده لأن ما ينفعش موظف الاستقبال يبقى من المفترسين. وبعد شوية جودي بتروح تقابل العمدة الجديدة وبتكتشف إنها بيل ويذر اللي بتبدأ تتكلم مع جودي وبتقول لها إن 90% من سكان مدينتهم من الفرائس، وإن كل الفرائس دول مطمنين بوجودها وشايفينها بطلة بالنسبة لهم. وعلشان كده بتعرض عليها تبقى المتحدثة الإعلامية لشرطة مدينة زوتوبيا. وبالرغم من المنصب الكبير ده إلا إن جودي بترفض عرضها، وبتقول إنها جت مدينة زوتوبيا علشان تخليها مكان أفضل، ولكنها للأسف هي دمرت كل حاجة من غير ما تقصد. فبيتدخل القائد بوجو وبيوضح لها إن ده مش ذنبها، وإن دي طبيعة الحيوانات المفترسة وإنها ملهاش دخل فيها. وبالرغم من كده جودي بتبقى مصرة على رفضها، وبتقول إنها ما تستحقش الشارة دي، وبتستقيل وبتسيبهم وبتمشي. وبعد أيام من اللي حصل بنشوف جودي بعد ما رجعت لقريتها، وبنفهم إنها بقت بتشتغل في بيع الجزر مع عيلتها، وبيبان إنها حاسة بالملل والحزن الشديد بسبب اللي مرت بيه. وبمجرد ما جيديان بيجي بالعربية بتاعته جودي بتستغرب جدا، وساعتها والدها ووالدتها بيفهموها إنهم بقوا شغالين مع بعض. وفي الوقت ده جودي بتروح تتكلم مع جيديان اللي بيعتذر لها عن تصرفاته السخيفة لما كانوا صغيرين، فبتفرح جودي وبتشكره. وفجأة والد جودي بيطلب من أولاده الصغيرين يبعدوا عن زهرة الميدني كامبوم، وبيفهم جودي إن الزهرة دي خطيرة جدا، وبيعرفها إن
إن خالها لما أكل واحدة منها اتجنن وبقى متوحش وهاجم والدتها. وساعتها جيديان بيقاطع كلامه وبيقول إن عيلته بتقول إن الزهرة دي اسمها العوينة ليلا. فبتتصدم جودي لما بتسمع الاسم ده وبتفهم إن العوينة ليلا كان مقصود بيه الزهرة دي مش عواء الذئاب، وبتدرك إن الزهور دي هي اللي بتحول المفترسين لمتوحشين. وبتروح تاخد عربية المزرعة بتاعت والدها وبتنطلق بسرعة. وبعد شوية جودي بتوصل لمدينة زوتوبيا، وهناك بتسأل الحيوان اللي كان متنكر على شكل طفل عن مكان نيك. وفعلا جودي بتعرف مكانه وبتروح له وبتقوله إن العوينة ليلا طلع اسم زهرة سامة مش عواء الذئاب زي ما هم كانوا فاهمين. ولكن في الوقت ده نيك ما بيبقاش مهتم بكلامها وبيسيبها وبيمشي. فبتحزن جودي وبتروح وراه وبتعتذر له عن الكلام اللي هي قالته له، وبتبدأ تعيط وبتقوله إن المفترسين ملهمش ذنب يتحملوا غلطتها، وبتأكد له إن في حد هو اللي ورا كل اللي بيحصل. وبتفضل تعيط وبتقوله إنها مش هتقدر تعمل حاجة من غيره، وإنه كان عنده حق لما قال إنها مجرد أرنبة غبية. وفجأة نيك بيوريها القلم اللي على شكل جزرة وبيسمعها صوتها وهي بتقول على نفسها أرنبة غبية. فبتفرح جودي وبتروح تحضن نيك لأنه سامحها. وبعدها هما الاتنين بيتحمسوا وبياخدوا عربية المزرعة وبينطلقوا. وفي الطريق نيك بيدوق التوت البري اللي طالع من مزرعة والد جودي، ولأن طعمه بيعجبه جدا بيقرر إنه ياخد شوية معاه. ولما بيسأل جودي عن خطتها بتقوله إنهم لازم يدوروا على زهرة العوينة ليلا، وبتسأله إذا كان يعرف مكان العرسة اللي هي قبضت عليه قبل كده. ولأن نيك بيبقى عارف كل الحيوانات اللي في مدينة زوتوبيا بياخد جودي لمكان العرسة. وبتتفاجئ جودي هي ونيك لما بيلاقوه بيبيع أفلام كرتون مزيفة. وبالرغم من كده جودي ما بتهتمش وبتسأله هو ليه كان عاوز يسرق زهور العوينة ليلا. وكالمتوقع العرسة بيرفض يقول لها وبيفضل يتريق عليها وبيعرفها إن مفيش حد هيقدر يجبره يتكلم مهما حصل. وفي اللحظة دي جودي بتجيلها فكرة مجنونة وبتقرر تنفذها، وبتاخده وبتروح لبيج اللي بيأمر أتباعه يجمدوه ويرموه في المية الباردة. وأثناء اللي بيحصل ده بيج بيقول لجودي إنه قرر يسمي حفيدته على اسمها، ولأن العرسة بيبقى خايف ومرعوب جدا بيضطر يقول لهم على الحقيقة، وهي إنه سرق زهرة العوينة ليلا علشان يبيعها. وبيوضح لهم إنه كان بيبيعها بفلوس كتير لخروف اسمه داج، وبيعرفهم مكان المخبأ بتاعه. وساعتها جودي ونيك بينطلقوا وبيروحوا لمحطة قطر مهجورة، وهناك بيلاقوا عربة شكلها غريب وبيفهموا إنها المخبأ بتاع داج. وبمجرد ما بيدخلوها بيتصدموا جدا من كمية زهور العوينة ليلا، وبيفهموا إنه معمل ومش مجرد مخبأ. وبيستخبوا بسرعة أول ما داج بيجي وبيراقبوه وهو بيحضر مادة كيميائية، وبيشوفوه هو بيعدي المادة دي على مراحل كتير لحد ما بيحولوا المصل على شكل كورة. وفجأة داج بياخد المصل ده وبيحطه جوه المسدس بتاعه. وبتستغرب جودي هي ونيك لما بيسمعوه وهو بيتكلم مع رئيسه وبيعرف منه الهدف الجديد. وساعتها داج بيأكد له إن دي هتبقى مهمة سهلة، وبيفكروا إنه قدر يصيب ثعلب مية صغير من شباك عربية بتجري بسرعة. فبتتصدم جودي هي ونيك وبيفهموا إنه يقصد إيمد، وبمجرد ما بيشوفوا الصور اللي هو معلقها بيتصدموا أكتر، وبيفهموا إن كل المفترسين اللي توحشوا اتصابوا بزهرة العوينة ليلا. وبمجرد ما الباب بيخبط داج بيحط المسدس في صندوق وبيروح علشان يفتح الباب لزميله اللي بيساعده. وفي اللحظة دي جودي بتستغل الفرصة وبتروح تضربه وبتخرجه بره عربة القطر وبتقفل الباب. فبيستغرب نيك من اللي هي عملته وبيقول لها إنهم كانوا ممكن ياخدوا الصندوق ده كدليل. ولكن وقتها جودي بتفهمه إن عندها خطة تانية، وبتروح تشغل عربة القطر وبتوضح له إنهم هياخدوا العربة كلها كدليل. وبمجرد ما بينطلقوا نيك بيشوف خروف نازل للمعمل، فبيخاف جدا وبيروح بسرعة يقفل باب غرفة التحكم. وللأسف الخروف التاني بيدخل لهم من الشباك وبيحاول يمسك جودي ولكنها بتبعد عنه. وفي اللحظة دي نيك بتجيله فكرة عبقرية وبيقرر ينفذها، وبيروح يفتح الباب للخروف اللي بيخبط في زميله وبيوقعه وبيخليه يجري قدام عربة القطر. ولسوء الحظ جودي بتقع وبتتعلق في قرون الخروف التاني، ولأن نص جسمه بيبقى بره عربة القطر بيقدر انه يرميها فوق السطح. وبمجرد ما عربة القطر بتخرج من النفق جودي بتتصدم جدا، وده لأن في قطر تاني منطلق بسرعة عالية جاي ناحيتهم. ولما جودي بتشوف تحويلة قضبان القطر بتروح تضرب الخروف وبتوقعه على التحويلة وبتخليه يغير لهم الطريق على آخر لحظة. ولكن للأسف عربة القطر بتتقلب بيهم في النهاية وبتدخل جوه نفق معين بيوصلهم لمتحف مهجور. وعلى آخر لحظة جودي ونيك بينطوا من عربة القطر اللي بتصطدم وبتنفجر وبتتدمر تماما. فبتحزن جودي وبتتضايق جدا لأن كل الأدلة اتدمرت. ولكن فجأة نيك بيوريها الصندوق اللي فيه المسدس وبيعرفها إنه قدر يلحقه قبل ما ينطوا من عربة القطر.
بتفرح جودي وبتاخد الصندوق هي ونيك وبيجروا بسرعة علشان يروحوا لمركز الشرطة، ولكنهم قبل ما يخرجوا من المتحف بيل ويذر بتيجي وبتنادي على جودي اللي بتطمن لما بتشوفها وبتروح تحكي لها عن اللي حصل. وبمجرد ما جودي ونيك بيشوفوا الخروف اللي مع بيل ويذر بيشكوا فيها، وبالتالي ما بيرضوش يسلموها الصندوق اللي فيه المسدس. وكل شكوكهم بتتأكد لما داج بيقابلهم من تاني وبيجروا بسرعة علشان يهربوا من بيل ويذر وأتباعها. وأثناء ما هم بيحاولوا يهربوا جودي بتتخبط في رجلها وما بتبقاش قادرة تتحرك، وساعتها نيك ما بيقدرش يتخلى عنها وبياخدها وبيستخبوا هما الاتنين. وأثناء ما هو بيربط الجرح بتاعها بيشوف التوت البري وبتجيله فكرة عبقرية، وفجأة بيل ويذر وأتباعها بيوصلوا لنفس المكان اللي جودي ونيك موجودين فيه. وهناك بيل ويذر بتأكد لجودي إنها بتعمل كل ده لمصلحة الفرائس. وبمجرد ما أتباع بيل ويذر بيشوفوا ظل جودي بيروحوا يحاصروها، ولكنهم بعدها بيكتشفوا إن ده كان مجرد تمثال علشان يشتتهم. وقبل ما جودي ونيك يهربوا داج بيجي وبيهاجمهم وبيقدر إنه يوقعهم هما الاتنين في جزء عميق من المتحف. وساعتها بيل ويذر بتقدر تاخد الصندوق اللي فيه المسدس وبتفضل تتريق على جودي وبتبقى حزينة لأنها هتضطر تتخلص منها. فبتتوتر جودي وبتأكد لها إنها حتى لو قتلتها مش هتقدر تهرب من الشرطة. ولكن وقتها بيل ويذر بتضحك بشكل شرير وبيبان إنها بتخطط لحاجة شريرة جدا، وبتروح تطلع المسدس من الصندوق وبتوجهه ناحية نيك وبتصيبه بالمصل. وبتتصل على الشرطة وبتقول لهم إن في ثعلب متوحش بيهاجم جودي في المتحف المهجور. وفي الوقت ده نيك تصرفاته بتتغير وبيتوحش وبيستعد علشان يهاجم جودي اللي بتخاف منه وبتحاول تبعد عنه وهي مرعوبة جدا. وفجأة نيك بينقض على الدمية اللي على شكل غزالة وبيقطعها تماما. وفي اللحظة دي بيل ويذر بتبقى مستمتعة وهي بتتفرج عليهم وبتفضل تضحك بشكل شرير جدا وتتريق على جودي، وبتشرح لها انها هتحقن كل المفترسين اللي في مدينة زوتوبيا وانها هتحولهم كلهم لمتوحشين علشان تخلي الفرائس يسيطروا على المدينة بالكامل. وبتعرفها ان بالخطة دي مفيش حد ابدا هيقدر يوقفها. ومن ناحية تانية جودي بتقع وما بتبقاش قادرة تتحرك، وفي اللحظة دي نيك بيحاصرها وبينقض عليها وبيعضها. ولكن المفاجأة ان جودي ما بتموتش وبتفضل تمثل انها اتصابت. والغريب ان نيك ما بيبقاش اتحول ولا حاجة وبيفضل يتريق على تمثيلها الغريب. اما بيل ويذر فبتبقى مصدومة ومش فاهمة اي حاجة من اللي بتحصل. وساعتها نيك بيتريق عليها وبيعرفها انه بدل المصل بحبات من التوت البري. وبالرغم من اللي حصل ده بيل ويذر ما بتبقاش خايفة وبتعرفهم ان مفيش حد هيصدقهم. ولكن فجأة جودي بتقاطعها وبتوريها القلم بتاعها اللي على شكل جزرة وبتسمعها كل الكلام اللي قالته بعد ما هي سجلت لها. فبتخاف بيل ويذر وبتترعب وبتحاول تهرب من المكان، ولكنها بتتصدم لما بتلاقي نفسها محاصرة من القائد بوجو وباقي ضباط الشرطة. وبعد أيام خبر القبض على العمدة بيل ويذر بينتشر في كل مكان، وفي وقت قصير الأطباء بيقدروا يصنعوا ترياق للحيوانات المتوحشة وبيرجعوا إيميد لطبيعته من تاني. وكمان كلو هاوسر بيرجع موظف الاستقبال زي ما كان، والحياة كلها في مدينة زوتوبيا بترجع لوضعها الطبيعي. وبعد فترة قصيرة بنشوف جودي وهي بتلقي خطاب تحفيزي لكل زمايلها الضباط، وبمجرد ما بتخلص بتروح تعلق شارة الشرطة لنيك، وبكده نيك بيبقى اتعين رسميا كضابط شرطة في مدينة زوتوبيا. وفي الوقت ده كل الضباط بيحيوهم وبيبان انهم فرحانين بيهم. وفي اليوم اللي بعده القائد بوجو بيدخل غرفة الضباط وبيوزع المهام على كل اللي موجودين، وبيعرف جودي ونيك بمهمتهم الأولى مع بعض، وبيطلب منهم يقبضوا على شخص منطلق بعربيته بسرعة جنونية. وفعلا جودي ونيك بيروحوا ينفذوا مهمتهم وبيطاردوا الشخص ده وبيقدروا يوقفوه. ولما الشخص ده بيفتح لهم الشباك جودي ونيك بيتفاجئوا انه صديقهم فلاش. وفي نفس اليوم بالليل كل سكان مدينة زوتوبيا بيحضروا حفلة المطربة المشهورة اللي اسمها جازيل. وفي الحفلة دي بنشوف القائد بوجو وكلو هاوسر وكمان بيج وبنته ومعاهم فلاش وحبيبته. واخيرا بنشوف جودي ونيك وهم بيرقصوا وبيحتفلوا مع بعض بعد ما قدروا يحققوا حلمهم وانقذوا مدينتهم من الخطر. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبوا ومنتجوا باسم احمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.